بيكم، صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي انتوا بتشوفوا فيه فيديو النهارده بقى هنعمل كده فيديو هيكون خاص بالسناجل، بالناس اللي مش في علاقة دلوقتي whatever بقى، انت طالع من علاقة، انت ما دخلتش علاقة اصلا، فهنكون بنشوف ايه اللي بتجتذبه ليك في الحب، ايه علاقتك اللي جاية، مين الشخص اللي هتتعرف عليه، هل قريب هل بعيد. احنا هنعمل الموضوع يعني يمكن just for fun، مش حاجة اللي هو مؤكدة، بس احنا نشوف مين اللي بتجتذبه لحياتك، وهنشوف كمان ايه نصايحك في العلاقات. يعني لو في مثلا مشكلة بتقف في طريق ان انت تجتذب علاقة جيدة مثلا، او علاقاتك بتبقى فيها مشاكل، فهنشوف بقى الموضوع ده. هيكون معانا النهاردة مجموعتين وهتختاروا منهم مجموعة واحدة. عندكم المجموعة الاولى الصدفة البينك، والمجموعة التانية الصدفة البيربل، فيفضل تختار بإحساسك المجموعة اللي فيهم هتشدك. اما لو معرفتوش تختاروا مفيش مشكلة، اختاروا بحروف اسمكم. ويلا دلوقتي علشان هنبدأ. في فيديو برضو كان نازل من يومين، مين الشخص اللي بيريدك او مين الشخص اللي عايزك في حياته، فتقدروا برضو تشوفوه. ثواني كده بقى نقرب لكم. بسم الله. متنسوش بقى تشتركوا لو انتوا اول مرة بتشوفوا القناة علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، كمان اللايفات، لان احنا بنطلع لايفات مع بعض دلوقتي وبناخد كل اسئلتكم. يلا نبدأ بالمجموعة الأولى. أهلا بيكم المجموعة الأولى اللي اخترتوا الصدفة البينك أو اللي اخترتوا بالحروف، حروف اسمكم انتوا، لأن احنا النهاردة بنعمل قراءة للسنجل أو بنشوف أخبار. خلينا نشوف أول كارت، يعني طاقة عامة كده بيقول لنا ايه. أنا طالع لي هنا كارت السيفن اوف كابس، يعني انا حاسه ان انت ممكن مثلا من طاقه الكارت ان انت حد ممكن يكون عندك بنسبه كبيره جدا عروض عاطفيه، يعني انت ممكن يكون في اوبشنات اوريدي بتتعرض قدامك او في ناس بتعجب بيك. حاسه ان انت ممكن تكون مثلا في مجال عمل بتختلط كتير بالجنس الاخر، بتتعامل مع ناس مختلفه، انت مثلا اكتيف سوشيال. المهم ان انا شايفه ان في هنا ناس بتتابعك، ناس بتبص عليك، او عندك فرص زي ما انا بقول لكم. لكن خلينا نقول برضو انت حد مش متسرع تماما في الحب، بالعكس ده انت ممكن تكون شكاك شوية، ده انت ممكن تكون قلق شوية، بتخاف ان انت تختار غلط. عندك خطوة الحب وان انت تلتزم بعلاقة وان انت تتجوز مثلا، ده امر هام جدا، اللي هو انا لازم افكر كتير واقيم الامور كتير جدا، دي مش حاجة سهلة ولا حاجة هبلة، فانت بتقيم ويمكن شكاك اصلا شوية. طب تعالوا نكمل ونشوف. ممكن بتتعرض عليك عروض مش عاجباك. طب تعالوا نشوف بقى الطاقة بتاعتكم العاطفية يا جروب نمبر 1، طاقة جروب نمبر 1 العاطفية. اوه لا ده كده كملت بقى. طيب انا شايفة هنا طاقة ناس طالعين من علاقة وحشة قوي، او كان سبق لهم تجربة وحشة. في ناس منكم هتقولي ان انتوا مرتبطوش خالص، بس على الاقل مكونين باك جراوند وحش عن الحب، او انتوا في اسرة كانت مفككة، لان انا شايفة هنا ناس او الطاقة بتاعتكم في الحب بتقولي بصوا في حرص، في حذر، حذر قوي جدا جدا في المشاعر. انا ما ينفعش مشاعري تتحرك، انا لازم اخد بالي من كل حاجة، من تصرفاتي، من كلامي، احافظ جدا جدا على المشاعر بتاعتي وعلى قلبي، ما اخشش مثلا علاقة او مش هخش علاقة تاني. يمكن في بالفعل مثلا حد انت بتكرش عليه، او حد من الماضي، او في حد انت مهتم بيه او بتراقبه، او عندك معايير معينة، بس اللي هو لا انا مش عايز، انا كده كويس، انا كده قافل على نفسي ومبسوط. انا حاسه ان انت ممكن تكون بتتفرج على الفيديو مجرد مثلا تسليه، او انت متاثر لسه من جواك بحاجه قديمه، حتى لو انت من بره عامل ناسيها، لان انا شايفه ان الطاقه بتاعتك العاطفيه زعلان. وفي منكم ممكن تكونوا ما دخلتوش علاقات محبطه ولا حاجه، بس انت زعلان ان في قدامك فرص وحشه، او ان انت بيتعرض عليك عروض وحشه، او بيجي لك ناس مش نفس المعايير ولا نفس الدماغ، حتى لو ما دخلتش اوريدي علاقه، بس
الناس دي وحشه، انا مش عايز اتعامل معاهم، ده الشخص ده من بره كده من قبل ما اخش معاه العلاقه هو سيء 100%. فعلشان كده شايفه طاقه ناس مجروحه، ناس زعلانه، ناس مستسلمه، ناس حاسه ان هي مش هتخش ريليشن حلوه. علشان كده الطاقه بتاعتك انت مقفول، انا مش شايف حد، انا قافل على نفسي، انا مش عايزه اسمع، مش عايزه اشوف، مش عايزه ارتبط، حاطط حدود قويه. طيب يعني دي كانت الطاقه بتاعتك، بس خدوا بالكم الطاقه دي يمكن مش بتجذب لنا حاجه حلوه، الموضوع مؤثر بالسلب طبعا. ويمكن ده اللي معطل. طب تعالوا كده نشوف كارتين من هنا نشوف هيقولوا لنا ايه. طب ده حلو جدا الكارت ده والكارت ده كمان. شايفة مواليد شهر 8 ومواليد شهر 4 ومواليد شهر 2، وشايفة هنا الأبراج المائية والهوائية والترابية بسيطة خالص. يعني أغلب طاقاتكم أغلب أبراجكم هتكون من الطاقات اللي أنا قلت عليها دي. يعني الكارت ده بيقول لي ان انتوا فعلا ممكن تكونوا ناس علاقاتكم الاجتماعية كتير، تعملوا علاقات عامة كتير. الحاجة التانية بقى بتقول لي ان انت الفترة الجاية يمكن في اقل من شهر او ممكن نقول اكتر شوية هتتعرف على ناس كتير قوي جديدة. في ناس كتير قوي جديدة هتخش حياتك، من ضمنهم اصدقاء وناس. حاسة هنا ان دايرة المعارف بتاعتك الفترة اللي جاية بتزيد جدا كمان. فعلشان كده انا شايفة في قابلية ان يبقى في فرصة او في حد يبقى في اعجاب من ناحيته من وسط علاقاتك العامة او العلاقات الاجتماعية اللي هتبقى حواليك والناس اللي انت هتتعرف عليهم. شايفة كتير منكم بيجيلكم عرض ان انتوا تكونوا اسرة، ان انتوا تعملوا بيت، ان انتوا تعملوا جو مستقر. ويمكن ده اللي انت اوريدي فعلا عايزه، عايز علاقة جادة لكن في نفس الوقت مش عايز علاقة تقليدية. يمكن لكتير منكم انت فعلا بتفكر كده، بس زي ما قلت في فرصة هنا لبناء بيت. حاسة ان في ناس منكم بتفكروا في الاستقلال الكامل، ان انا مثلا حتى لو مش عايزة اتجوز بس انا عايز اكون في بيت لوحدي. في منكم ناس انت في خلافات عائلية، بس في هنا خلافات عائلية هتتصفى الفترة الجاية هتبقى احسن. طيب خلينا نشوف مين اللي انت بتجتذبه لحياتك في الحب قريب، اللي جاي في حياتك في الحب قريب يا جروب نمبر 1. هل هو حد جديد ام قديم، حد لسه هيظهر ولا موجود؟ تعالوا نوضح اكتر. في حياتك حاجة جديدة قريب، تعالوا برضو نتأكد بكروت الرومانس انجل اللي داخل حياتك في الحب قريب يا جروب نمبر 1. يمكن في ناس منكم داخلين القراءة وانتوا مثلا عايزين تعرفوا حاجة عن حد قديم، او حتى دي حاجة من جواكم. انتوا عندكم استقرار ما شاء الله. طيب الابراج او الطاقات اللي موجودة معايا، انا موجود معايا طاقة برج الاسد، برج الميزان، موجود معايا الابراج الهوائية والترابية والمائية اكتر حاجة هنا معايا. مين الشخص اللي انتوا بتجتذبوه لحياتكم في الحب؟ هل هو حد جيد ام سيء؟ مبدئيا اول حاجة هو حد هيبقى جيد جدا. خلينا نكلمكم شوية عن شخصيته. شايفاه شخصية قوية جدا جدا فوق ما انتوا تتخيلوا. شخص هنا يعني عنده القدرة في ان هو يسيطر على المشاعر، على الغضب، على حياته. فحد هنا عنده طاقة قوة وسيطرة وذكاء قوية جدا، وحد بيعرف يتعامل مع كل الناس. يعني يقدر ان هو يتعامل مع كل واحد بشخصيته،
وكل واحد بطبعه، وعنده قدرة كبيرة جدا جدا على الاحتواء. ويمكن هيكون شخصية مش عصبية، بالعكس شخصية هادية وعندها قدرة على الاحتواء والاهتمام وان هي تظبط امورها، لانها طالع لي هنا كارت قوة. فهو شخص قوي، ممكن يكون في بوزيشن مهم، حاساه حد كمان مش مشاعر ولا رغبات ولا الحاجات دي هي اللي بتحرك، ولا ده حد هنا عاقل فوق ما انت تتخيل. حد كتوم، يعني ممكن ما يقولكش مثلا ابدا انا في مشكلة او انا زعلان، لا هو حد كتوم لاقصى درجة. حتى في ناس مثلا بتحس ان لا ده انت وراك اسرار، لكن هو مش وراه اسرار ولا حاجة، بس هو لما بيبقى ساكت بقى في حاجة مضايقاه. فهو حد هنا كتوم جدا وما بيحبش ان هو يشيل همه او يقول مشاكله وتفاصيله لحد ابدا. وشايفة ان من اهم صفاته والحاجات الكويسة اللي هتكون فيه ان هو هيبقى شخص كريم جدا ماديا ومعنويا، وهيكون حد معطاء، وهيكون حد مش بيجي مثلا على الناس اللي حواليه علشان حاجة او يفضل عليك حاجة، لا هيكون حد بيقدر ان هو يبالانس مثلا ما بين الشغل وما بين العلاقة، ما بين حياته وما بين العلاقة. فهو حد هيكون عنده كرم، وحد ممكن زي ما قلت لكم مصرف، يعني كريم ماديا ومصرف جدا كمان، شخص معطاء. هل هو حد موجود في حياتكم؟ لا، ده حد لسه هيظهر. طيب المسج كمان بتقولك ان انت الفترة الجاية عندك وفرة مادية، عندك فلوس جاية لك الفترة اللي جاية، خصوصا اللي منكم انت بتعاني من ازمة مادية ومتضايق، فانت عندك وفرة مادية. شايفة ان الشخص ده هيكون حد ماديا كويس، وده حد لسه هيظهر وهيخش حياتك. طب ايه اللي مبوظ وموقف الدنيا؟ المسج بتقولك ليت جو، شايفين؟ ليت جو، اترك الصفحة القديمة. في حاجة مخلياك مش قادر ان انت تجتذب او تخش علاقة حلوة، انت قافل الدايرة بتاعتك عليك. بص، انت عمال بتلف في دوائر مقفولة، في حاجة في الماضي انت محتاج تتخطاها. ده وقت ان انت تختار طريقة حياة مناسبة، ده وقت ان انت تغير افكارك، ده وقت ان انت تعمل استشفاء لقلبك. لان انا زي ما بقول انا عايز حد كويس، انا لازم برضو ابقى حد عاطفيا، هبقى كويس، هبقى هادي، هبقى ما عنديش مشاكل من الماضي، هبقى مش شكاك. فعلشان كده المسج بتقولك ان الموضوع كله متوقف على ان انا اتحرر من الدوائر المقفولة والذكريات والشكوك والمخاوف والقلق، واختار طريقة حياة مناسبة بقى هادية، علشان فعلا يخش حياتي شخص جيد. لان انا شايفة ان في حد هنا بيخش وبتبقى نيته جيدة، ونيته هنا الزواج. ده انت عندك قريب ما شاء الله علاقة فيها جواز، فيها استقرار، فيها سعادة، فيها حب قوي جدا، وهتكون أسرة. العلاقة يكون فيها شغف وكل حاجة، بس انت محتاج تموفد اون من الحاجة القديمة اللي انت يمكن انت اصلا اللي سبتها علشان تخش علاقة كويسة. وفي منكم رجالة هنا بتتفرج على الفيديو، سبب التعطيل في حياتك العاطفية عدم استقرار مادي، فالماديات هتتحسن. الحاجة التانية هنا للبنات برضو بتتفرج على الفيديو، انا مش شايفة ان انتوا عايزين حد من الماضي، او ايا كان بقى اللي بتتفرجوا عامة، انتوا مش عايزين حد من الماضي، بس انتوا متأثرين لسه، محتاجين تموفد اون من الطاقة دي عشان توصلوا لحاجة هنا كويسة. ودي حاجة واضحة قدامي جدا جدا. فكده نكون خلصنا قراءتكم. ميرسي جدا ليكم، ونشوفكم قريب في فيديو جديد. لو حبيتوا القراءة وانطبقت عليكم ما تنسوش توصلوا الفيديو لأكبر عدد تفاعل علشان ناخد سؤالكم من الكومنتات، فاترك سؤالك. اهلا بيكم يا جروب نمبر 2 اللي اخترتوا الحجر البربل، او اللي اخترتوا بالحروف، حروف اسم الطرف، حروف اسمكم انتوا. خلونا نشوف اول كارت. او ماي جاد، كارت ذا ديفل. اوكي، خلينا نقول هنا ان كتير منكم عندكم طاقة سلبية في الحب. في هنا طاقة سلبية في الحب. الطاقة السلبية دي ممكن تكون حسد، ممكن تكون لا قدر الله اسحار وحاجات انتوا مكتشفينها، بس انتوا هتكونوا عارفين، وفي اعراض وفي احلام وفي حاجات. انا مش عايزه مثلا ان انت تشوف الفيديو فتاخد الموضوع ان انت في حاجه وانت مثلا يكون مفيش حاجه.
فكتير هنا انتم مكتشفين اوريدي ان انتوا عندكم طاقة سلبية او عندكم سحر او عندكم شيء معين شيطاني مؤثر على حياتكم وعامل لكم تعطيلات في حياتكم العاطفية وفي حياتكم بشكل عام، ويمكن حتى بوظ لك الموضوع ده علاقة قبل كده. دي اول حاجة. الحاجة التانية هنا انا شايفة ان في عندك طاقة سلبية، يعني مش بالضرورة بقى ان هي تكون اسحار، بس ممكن تكون طاقة حسد مبوظلك الدنيا، ممكن تكون طاقة ناس مثلا بتغير منك وممكن بتتدخل وبتبوظ لك علاقاتك، لان كارت ذا ديفل دايما كارت السلبيات، الطاقة السلبية. الشيطان كمان شايفة هنا ان كتير منكم بيبقى عندكم مشكلة التعلق السام، التعلق المرهق ليكم ويمكن الطرف الآخر، والغيرة الزيادة والعناد والعصبية والتملك والغيرة. دي حاجات هنا طلعالي. ممكن بتبقوا عندكم ادمان على الشيء، او انتوا اوريدي يا جروب نمبر 2 عندكم ادمان على حاجه، عندكم ادمان على مشروب معين، ادمان على عاده معينه، ادمان على الشغل، على الفون مثلا، اوبسيست جدا بالتليفون، مهووسين بيه طول اليوم. المهم ان جروب نمبر 2 انتوا من الناس اللي بتحبوا الحاجه بتهوسكم، فدي من اول الحاجات اللي محتاج تاخد بالك منها في العلاقات، ان انت يكون عندك عالم مستقل، ان انت تكون مستقل. انا تمام، انا ماديا كويس، انا مستقل، انا مستقر في حياتي، انا بقدر ان انا اعيش يومي بشكل كويس حتى لو انا مفيش حد في حياتي. دي حاجة انتوا محتاجين تعملوها. يمكن في ناس منكم عايزين تخشوا حياة، يعني تعملوا علاقة عاطفية بهدف الاحتياج او الرغبة الجسدية هنا. فانا شايفة ان المسج بتقولك ان انت محتاج تكون مستقل اكتر من كده علشان ما تخشش علاقات بهدف التعلق. طيب تعالوا نكمل ونشوف. عايزين نشوف الطاقة بتاعتكم في الحب عاملة ازاي، طاقة جروب نمبر 2 في الحب عاملة ازاي، طاقتكم في الحب، الطاقة بتاعتكم في الحب يا جروب نمبر 2. انا طالع معايا هنا طاقة برج الجدي، طالع معايا طاقة برج العذراء، طالع معايا الابراج الترابية والمائية والنارية، وطالع معايا طاقة برج القوس. طب هنتكلم هنا عن الطاقة بتاعتك في الحب. ولما انا جيت اقارن، ده هنا كارت الشيطان وكارت الملاك، كارت الطاقات السلبية وكارت الطاقات الكويسة. فخلينا نقول اول حاجة ان هنا انا شايفة ان كتير منكم كان عندكم حاجات سلبية، مثلا اعمال او حسد او طاقات سامة او ناس وحشة قوي 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 في حياتك، بس انت الحمد لله استشفيت من الحاجة دي. يمكن تكون اكتشفتها وبدأت تشتغل على ده، وحتى لو ما تخلصتش من الحاجة 100%، بس انت تخلصت من جزء كبير جدا. وفي ناس منكم لو كان الموضوع نفسي، فانا خلاص بدأت ان انا احل الموضوع، ويمكن دخلت علاقة كرمية علمتك حاجات او فادتك في حاجات، فاللي هو انا بقيت كويس، انا بقيت هادي مش عصبي، انا بقيت مش متعلق، انا بقيت عندي حياة، انا بقيت مبسوط، انا بقيت هادي، انا بقيت في سلام، انا ما بقيتش بتعلق جامد ولا متملك ولا غيور ولا في صراع مع حد، ولا عندي هوس شديد بحد ولا احتياج عاطفي. فده هنا كارت ملاك، هدوء، استشفاء، سلام. ممكن تكونوا بدأتوا تستشفوا أو تتعافوا على المستوى النفسي والطاقي والروحاني وكل شيء، وده شيء كويس جدا. أنا شايفة إن كتير منكم يمكن في اوريدي حد أنت معجب بيه، أو حتى لو أنت ما تعرفش بس في حد معجب بيك، لأن أنا شايفة هنا كارت النايت اوف رود. في حد عنده شغف تجاهك، في حد يمكن بياخد خطوات تجاهك، وخلينا نقول ان ده حد هيكون الطاقة بتاعته اكترها نارية، ممكن من برج حمل او اسد او قوس، او شخصية فايري، شخصية متحمسة، شخصية شغوفة، انا عايزة اعمل حاجة دلوقتي فانا اعملها دلوقتي، انا هبت في دماغي ان انا اسافر هسافر. ده انتوا هتكون طاقتكم اهدى من طاقته بكتير. انا حاسة ان انتوا ممكن تكونوا من برج مائي او ترابي، لكن الشخص ده طاقته هنا فاير، برج ناري، برج هوائي، حاجة مهيبرة، حد مهيبر، حد شغوف، بيكون عصبي احيانا، بيكون احيانا متسرع شوية في اتخاذ القرارات، وبعد كده مثلا يرجع يصلح بقى ويلوم نفسه وحاجات زي كده. بس هو شخص شغوف، بيحب ان الدنيا تمشي بسرعة وتمشي كويس. وفي الحب بيكون رومانتك قوي، بس بيكون حد بيزهق بسرعة بقى، ده مشكلته، بيبقى عايز علاقة طول الوقت فاير.
طب تعالوا نكمل ونشوف. يعني احنا دلوقتي شفنا الى حد ما الطاقه بتاعتكم، وشفنا ان يمكن الوضع بيتغير، يمكن انت اوريدي في ريليشن وكانت الريليشن دي فيها تعلق سام او في طاقات سلبيه او في ناس فرقت ما بينكم او كان في حاجه غلط، بس الحاجه الغلط بدات تهدى. يعني دلوقتي هنوضح ونشوف. طيب بالنسبة للناس اللي كان عندكم علاقة في الماضي وانت هنا بتسأل هل العلاقة دي هترجع ولا لا، خليني اقولك لو المشكلة بينك وبين الشخص ده بسيطة وبتتخانقوا كتير وبتختلفوا كتير ومختلفين في الشخصيات بس بتحبوا بعض، فالعلاقة دي هترجع. خلينا نقول كمان لو اتنين بيحبوا بعض والدنيا كويسة وانتوا لاقين جدا على بعض وفي ناس فرقت ما بينكم وبوظت لكم ودمرت لكم العلاقة، فالعلاقة دي هترجع وهتتحسن وهتبقى كويسة. ولو في طاقات سلبية او اعمال او حاجات هي اللي كانت المشكلة، الحاجات دي هتهدى والعلاقة هتتحسن جدا. لكن للعلاقات لو كان عندك حد في الماضي والحد ده كان خاين، كان وحش، كان عمل لك حاجة بشعة، تسبب لك في خسارة، في تدمير، في حاجات زي كده، يمكن هيحاول يرجع لك وانت هترفضه، والموضوع ده هيبقى حاجة حلوة بالنسبة لك. المهم ان انا ال3 كروت مش صدفة يطلع لي ان جروب نمبر 2 انتوا عندكم طاقات سلبية كتير قوي وانتوا عارفين ده. فعلا انا شايفه هنا طاقه حسد، فعلا انا شايفه هنا طاقه اسحار، وشايفه هنا ناس بتخونكم او بتاذيكم او عملت لكم خساره او بتبوظ لكم شغل. يعني شايفين الكارتين؟ لا ده انتوا في اعداء كتير، في اعداء كتير. وشايفه ان الحد اللي من الماضي ده ممكن كنتوا بتتخانقوا كتير بس انتوا بتحبوا بعض، حاسس انكم مقارب لبعض، شخصياتكم مقاربه لبعض، ممكن تكونوا عصبيين مثلا وبوظوا الدنيا زي بعض، ممكن تكونوا من نفس البرج، من نفس السن، من نفس الطاقه، من نفس يعني في تشابه. وممكن في سفر، يعني حد هنا بيسافر كتير، بيتنقل كتير، او في تباعد مسافات بسيط. شايفه مواليد شهر 7، مواليد شهر 5، ومواليد شهر 12 و2 و1 و3، وشايفه الابراج الناريه والترابيه كتير. تمام، تعالوا نكمل ونشوف. يعني هنعرف دلوقتي بقى كل التفاصيل عن العلاقه الجايه في حياتكم دي. يلا نبدأ نشوف مين القادم في حياتكم العاطفية يا جروب نمبر 2. لا دي شكلها كده بنسبة كبيرة قوي علاقة من الماضي بقى، دي شكلها علاقة من الماضي وناس فرقت ما بينكم، ناس اتدخلت، طاقات سلبية وحشة. ويمكن للبعض منكم على فكرة الشخص ده رجع لحياتك تاني وانت بتسمع الفيديو، او انت عارف ان هو هيرجع، وممكن انت بتحسه توأمك، توأم روحك، توأم شعلتك. العلاقة حلوة جدا، العلاقة كأنها مهما بتبعدوا بترجعوا، كأنه قدرك، فهمتوا؟ ده قدرك خلاص بقى. طب دي وقعت لوحدها. بصوا لسه بقول لكم ايه، بقول لكم توأم روح وتوأم شعلة ونصك التاني، وانت يمكن اصلا مستني العلاقة دي، والعلاقة دي هترجع بتحسن قوي. وفعلا حاسه ان في ظروف او ناس فرقت ما بينكم. بصوا تاني كارت وقع، بصوا حب حقيقي. لا دي علاقة لحد انتوا تعرفوه، وفي حب وفي مشاعر، بس زي ما قلنا في بعد بسيط او حاجة. والكتير منكم الشخص ده بيرجع متحسن عن الأول كتير. يس هو الحد اللي في بالك على فكرة، الحد اللي جه في بالك يمكن اسمع الفيديو. أنا عايزة كده نشوف أكتر عشان نفهم. تعالوا نشوف مسج منه. شفتوا مش قلتلكم؟ ده بيقول لك الوقت ما كانش في صالحنا. احنا لو كنا اتقابلنا في وقت تاني قبل مثلا ما حد مننا يكون في علاقة تانية، او اتقابلنا في وقت تاني ومحدش مثلا طالع من علاقة، او في وقت تاني احسن والدنيا متيسرة والماديات تمام والحاجات تمام،
كنا هنبقى في حتة تانية، ده احنا حلوين جدا. وبيقولك ان انا طول الوقت بلمح لك عن طريق الميوزك. ممكن يكون الشخص ده انت وهو بتحبوا الموسيقى جدا، وكان بيبعت لك اغاني او حاجات هو بيسمعها دلوقتي. ممكن يكون بينزل ستوريات او اغاني وحاجات قصده بيها انت. شايفة ان ممكن يكونوا في فعلا ناس فرقوا بينك وبينه، او انت بتحط حاجات تبين له ان انت مرتبط، عشان كده بيقولك انا مشيت او انا اتضايقت وترددت لما لقيتك مع حد تاني. انت ممكن تكون ده للبعض منكم على فكرة دي طاقة كراش، والعلاقة حاليا صداقة، بس انت حاطط عينك عليه وهو حاطط عينه عليك. ويمكن انت بتنزل حاجات او بتعمل حاجات تستفزه وتثير غيرته. المهم ان المؤكد معايا ان الشخص ده حد في حياتك، يا اما في حياتك كراش كنتوا منفصلين ورجعتوا، كنتوا منفصلين ولسه هترجعوا وانت عارف ان هو هيرجع لك وانتوا ما تقدروش تبعدوا عن بعض. المهم ان دي علاقة ناس وقعت ما بينكم، او حصل سوء تفاهم، او هو حد شكاك في حاجة هنا تخص الغيرة، وان هو شايف ان انت هتبقى مع حد تاني وهكذا. مش شايفة ان الشخص ده خاين ولا انت خاين، شايفة ان في عك كده حصل، ظروف بقى ناس فعلا بوظت الدنيا، ودي حاجة فعلا طالعة معايا هنا بوضوح. وزي ما قلت لكم في ناس كتير قوي ده كراش، بيلمح لك باغاني وبتفاصيل، بس يمكن الوقت مش مناسب عشان العلاقة تبدأ دلوقتي، فهو مخلي العلاقة مثلا احنا مجرد صحاب. طلع معايا الابراج المائية خصوصا السرطان، طلع معايا الطاقات الهوائية. مين الشخص اللي دخل حياتك ده؟ شايفينه حد من الماضي، ده حد من الماضي راجع لك وبيعمق العلاقة معاك، ويمكن حد بداية العلاقة كانت صداقة وقرب واهتمام، او ده كراش وانتوا حاليا صحاب. خلينا اقول لك بعض المواصفات عنه. هو حد حنون قوي قوي، وبيحس بمسؤولية تجاه كل الناس اللي حواليه، بيحس ان الناس اللي حواليه كلهم عياله، خصوصا لو كان الشخص ده اكبر منك. حاسة ان ممكن يكون في فرق في السن، مش اقل من 6 شهور سنة، ومش هيزيد عن 6-7 سنين. في هنا فرق في السن. وزي ما قلت بيحس بان هو مسؤول عن الناس اللي حواليه. هو حد مش رومانتك، يعني مش طول الوقت بقى اغاني وانا بحبك، بس هتحس ان هو حد لا ده انا مسؤول عنك، ده انت كل طلباتك مجابة. دي الطاقة بتاعته، حد حنون فعلا، وحد بيقدر جدا العشرة والذكريات والتفاصيل، ومش بياع خالص، وبيحب جدا عيلته وصحابه ويكون قريب من كل الناس. حد هنا سلبي احيانا، واحيانا بيسيب نفسه ان هو يتعرض للظلم، واحيانا بيسيب نفسه ان هو يبقى في سلبيات وفي ضغط وحاجات سلبيه، يعني يبقى ساعات مثلا مخنوق او في حاجه مأيداه ويستسلم لها عادي جدا. ممكن يكون الشخص ده عنده طاقه سلبيه، حسد بقى او سحر، او كان طرف تالت جذبه مثلا بشيء معين. المهم ان ده من النوع اللي ممكن عنده شويه حته سلبيه، انا ممكن اقبل على نفسي الظلم شويه، ممكن ابقى في ضغط او في مشكله وافضل سايب نفسي في الضغط وفي المشكله وانا مش قادر اتخلص منها. حد كمان حساس قوي وبيعيش في المود قوي، ما بيقدرش ان هو يتخطى. حد كمان غيور هجومي احيانا، كلامه بيبقى صعب وبيبهدلوا بعض احيانا، اللي بيجي على لسانه بيقوله، الفكره اللي بتيجي بينفذها. شخص كمان بيستقتل على حقوقه. طيب ده حد توأم روحك، وانتوا الاتنين بتحبوا بعض حب حقيقي، وكانت احلى قصة حب في حياتك وفي حياته، حتى لو لم يتم الاعتراف بكل ده. لكن حد ممكن يكون الصعوبات المادية او الشغل او الطرف الثالث او الناس بوظت العلاقة او السلبيات، ده اللي وقع ما بينكم، ويمكن كانت دي العلامات الحمراء او الحاجات الوحشة اللي بوظت العلاقة. حاسة حد عملي جدا، نجح جدا في شغله وفي حياته، يمكن بني نفسه بنفسه، وكمان حد يعني حريص شوية ماديا ممكن. شايفة كمان ان هنا ده حد بيشتغل اغلب الوقت، دي من برضو من ضمن صفاته. ممكن الشخص ده انت عرفته عن طريق الشغل، او حد يعني عرف تاني عن طريق شغله، يعني مثلا انت اتعاملت معاه في شغله او هو اتعامل معاك في شغلك حاجة كده. شايفة هنا كمان برضو ان ممكن العلاقة قعدت صداقة لمدة، العلاقة دي يمكن حصل مشكلة في الثقة او حصل شك بينكم في حاجة، لكن خلي عندكم توقعات ايجابية، لان شايفة ان في تغيرات سعيدة بتحصل هنا. يعني كارت التغيرات هنا بيقول لي يعني مش كارت بدايات، ده مش كارت بدايات مثلا فاقول ان في بداية هنا جديدة، لا ده كارت تغيرات، يعني في حاجة قائمة بالفعل بس مش احسن حاجة، لكن بتتغير للاحسن، او حاجة كانت زمان وباظت وبتتغير. فمش شايفة هنا حد جديد، ده حد فعلا في حياتك، يا اما انتوا كاصدقاء دلوقتي، او ده حد فيه تباعد وانتوا حاليا اصدقاء.
او حد هيرجع. المهم ان ده حد العلاقة معاه كان فيها مشاكل وبتتغير للأحسن. فكده نكون خلصنا. ميرسي جدا ليكم، ونشوفكم قريب في فيديو جديد. لو حبيتوا القراءة ما تنسوش تحطوا لايك.